السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب الأزهر. يا رب تكونوا بخير. معلش بقى ما كنتش معاكم الفترة اللي فاتت. أنا كنت وعداكم إن أنا هحاول إن أنا أشرح لكم أجزاء كتيرة في أجازة العيد، بس في ظروف حصلت. فإن شاء الله هحاول ألم لكم الفصول المهمة شرح، وفي فصول إحنا كنا شرحناها بتفصيل كبير قوي قبل كده. يعني أنت ممكن لو أنت تايه في حاجة ممكن تروح تراجع عليه من الأول وجديد. يعني هاحاول أشرح معاكم إن شاء الله التكاثر الفصول التقيلة، الفصول اللي هي هتلم معانا درجات، وآخر يومين هنحل امتحانات. اللي معهوش مراجعة الذهبي اللي هي كان الكراسة الذهبي اللي راجع في الآخر. والكراسة صراحة يعني فيها أسئلة كتيرة كتيرة جامدة، وأسئلة مش معتادة، يعني مش زي الأسئلة اللي احنا أصلا واخدين عليها قبل كده بالنسبة للأزهر. طبعًا بعد امتحان الفيزيا واللي إحنا شُفناه في امتحان الفيزيا، يعني خلاص ما عادش بقى، ما نقدرش إن إحنا نقول إن لأ، إن السؤال ده بتاع أزهر والسؤال ده بتاع تربية وتعليم. يعني هنحاول إن إحنا نجمّع كل الأفكار، وهنا الذهبي عامل شغل كتير في الجزئية ديّة. المهم نبتدي مع بعض عشان ما أطوّلش عليكم. هنحل البوكليتات اللي هي جاية على فصل التكاثر، واحاول ألم الأفكار اللي جاية برضك على فصل اللي هي التكاثر اللي مش موجودة، واحاول برضك أشرح فيها. في حاجات أساسيات بتبقى موجودة معانا في فصل التكاثر. إيه هي الأساسيات دي؟ أول حاجة اللي إحنا بنتلخبط فيها إيه الفرق ما بين طرق التكاثر وبين صور التكاثر. الفرق ما بين الاتنين بيكون عبارة عن إيه؟ أنت عندك طرق التكاثر، عشان ده إحنا بنتلخبط فيها، حتى تربية وتعليم بيتلخبطوا فيها. طرق التكاثر يا إما تكاثر جنسي يا إما تكاثر لا جنسي، وبنحط معاهم ظاهرة تعاقب اللي هي تعاقب الأجيال. عندنا بقى صور التكاثر اللي هي بقى اللي عندنا صور التكاثر، يبقى طرق التكاثر جنسي لا جنسي تعاقب إيه؟ تعاقب أجيال. صورة التكاثر اللي هو مثلًا لو إحنا اتكلمنا على صور التكاثر اللاجنسي، فإحنا عندنا صور التكاثر اللاجنسي، عندنا الانشطار الثنائي، وعندنا التبرعم، وعندنا التكاثر بالجراثيم، وعندنا الصناعية، وعندنا التولد التكاثر اللاجنسي. الجنسي عن طريق من غير خلايا جسدية، من غير خلايا أمشاج، بيحصل بواسطة الخلايا الجسدية، يا إما بواسطة الخلايا الجنسية، أو بواسطة الأمشاج. فأنت لازم تفرق ما بين الاتنين دول. فأول جزء معانا في الدرس الأولاني معانا في التكاثر، في كذا حاجة إحنا بنختلف فيها. اللي هو إيه الفرق ما بين اختلاف قدرات التكاثر بيعتمد على إيه؟ القدرة التكاثرية، وبين التكلفة البيولوجية. دي حاجة تانية خالص. القدرة التكاثرية ديّة معناها اللي هو إيه، الفرد أو النوع هيطلّع لي عدد أفراد قد إيه، يعني عدد الأفراد اللي طالع هيبقى كتير أوي، 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 والّا قليل جدًا، والّا بيكون في قدر إيه، معقول. القدرات التكاثرية ديّة بتعتمد، طبعًا هو ما فيش من أصلًا من 2021 اللي هو من ساعة نظام البوكلت، حتى عندنا حتى في الأزهر ما كانش بييجي يقول لك إيه بتختلف القدرات التكاثرية بين الأفراد، فسّر أو إيه أو علّل. برضك هو بيجيبها في صورة إيه، أسئلة اختر، وأسئلة اللي هي اللي هي الكلمة الشاذة من ضمن الكلمات، يعني ما عادش بييجي بالإيه، بالنص. القدرات التكاثرية بين الأحياء ديّة بتعتمد على إيه؟ أول حاجة بتعتمد على طبيعة حياة الكائن طبيعة حياة الكائن الحي. طبيعة حياة الكائن الحي اللي هي عبارة عن إيه؟ اللي هو الكائن الحي ده كائن متطفل والّا كائن حُر؟ الكائنات المتطفلة بتطلّع أعداد، والأعداد
بتطلع إنتاج بيكون أقل. تاني حاجة البيئة المحيطة بالكائن الحي. البيئة المحيطة بالكائن عبارة عن إيه؟ علشان المخاطر اللي هيواجهها، واليابسة بتبقى إنتاج بيكون إيه؟ إنتاج بيكون أقل. طيب أنت عندك هنا في البيئة المائية في حاجة، أنت عندك في كائنات اللي هو لما بيجي يحب إيه؟ يلعب معاك. بالنسبة للكائنات المائية أنت عندك حاجتين، عندك القرش وعندك الإيه؟ وعندك الحوت. الاتنين دول طبيعة حياة الكائنات الحية الاتنين كائنات حرة، والبيئة المحيطة الاتنين كائنات عايشة في الايه؟ في المية. حجم المخاطر اللي بيواجهها الكائن الحي بيكون ايه؟ قليل. طب مين فيهم اللي بيطلع أكتر؟ القرش إنتاجه بيكون أعلى من الايه؟ من الحوت. الاتنين الحوت بيكون ايه؟ أقل، بالرغم إن القرش إنتاجه مش عالي قوي، لكن هو بمقارنة احنا بنتكلم عن بالنسبة للايه؟ للاتنين. طب ايه الفرق بقى؟ ليه اللي بيخلي القرش إنتاجه أعلى من الحوت؟ علشان أنت عندك الحوت دهوت من الثدييات، من الثدييات، يبقى ده بيختلف ايه؟ في درجة رقي الكائن الحي. طيب كائنات حية، الكائنات الحية ديت من نفس النوع، بس كائن منهم بينتج نسل أكبر وكائن تاني بينتج نسل أقل. يعني مثلا لما يجي اللي هو كائن زي السلحفاة، السلحفاة المائية والسلحفاة على اليابس. السلحفاة المائية ديت بتطلع عدد البويضات بتاعتها او البيض اللي بتطلعه بيكون اعلى بكتير من السلحفاه اليابسه. عليه ده بيرجع للبيئه المحيطه، علشان دي عايشه في الميه، فحجم المخاطر معانا بيبدا يزيد. طيب عندنا حجم الكائن الحي، وده في ده مش بيكون دايما. يعني مثلا اللي بيخلي مثلا اللي عندك الفئران بتنتج نسل اكبر من الاسد، بالرغم ان انت هنا الفئران والاسد، الاسد اكبر من في الحجم، لكن انت عندك هنا في كذا حاجه يخلي الفار ينتج. اول حاجه طبيعه الكائن ان الفار حجم المخاطر اللي بيواجهها بيكون اكبر من الاسد، وحجم الفار بيكون اقل كمان من حجم الاسد. لكن الاثنين في درجه الرقي، الاثنين درجه الرقي بتاعتهم عاليه عشان الاثنين من الثدييات. درجه رقي الكائنات الحيه، كل ما زادت درجه رقي الكائن الحي كانت القدرة التكاثرية بتاعته كانت قليلة. كانت قليلة. درجة رقي الكائن الحي يعني إن الكائن الحي يبدأ، يعني مثلا لما احنا بنيجي نتكلم زي ما احنا قلنا القرش تبع الأسماك اللي هي الغضروفية. شوف بقى ما بين القرش وما بين الحوت في معانا كام شعبة. انت عندك هو تبع طائفة الأسماك الغضروفية، بعدها في أسماك عظمية، لسه في عندك البرمائيات، في الطيور، في الزواحف، وبعد كده تيجي عندنا الثدييات. فبينهم وبين بعض درجة كبيرة من درجات الرقي. طب إيه بقى التكلفة البيولوجية يا عم؟ التكلفة البيولوجية ديّة عبارة عن إيه؟ التكلفة البيولوجية معناها بالبلدي أنت بتشوف فيها عدد الإناث في المجتمع، عدد الأفراد، عدد الستات اللي موجودة عندك في المجتمع، اللي هي عدد أو في النوع اللي هي هتخلف، هتخلف. لو زاد لو زاد عدد الأفراد المنجبة عن الأفراد، يبقى في الحالة ديت البيولوجية بتاعتنا بتكون. لو العكس، لو عدد الأفراد المنجبة اللي كانت موجودة عندنا كانت العدد بتاعها قليل
مقارنة بعدد الأفراد يعني عدد الستات اللي موجودة في النوع العدد بتاعها قليل، يبقى في الحالة ديّة التكلفة البيولوجية بتاعتنا بتكون إيه، بتكون عالية، لو الاتنين قد بعض برضه بتبقى التكلفة البيولوجية بتاعتنا بتكون إيه، بتكون فافرّق ما بين القدرة التكاثرية وما بين التكلفة الإيه، وبين التكلفة البيولوجية وصور التكاثر وطرق الإيه، وطرق التكاثر. طب نشوف كده الأسئلة اللي معانا ونشرح من الإيه، من السؤال. هو بيقول لك أي العمليات الحيوية التالية غير ضرورية لبقاء الكائن الحي على قيد الحياة. كل العمليات الحيوية ضرورية علشان الكائن الحي يعيش عدا وظيفة واحدة اللي هي وظيفة الإيه، التكاثر. ليه؟ عشان وظيفة التكاثر بتأمن بقاء النوع، مش بقاء الإيه، مش بقاء الفرد، لكن الباقي ده بيأمن بقاء الإيه، بقاء الفرد. وظيفة التكاثر لما بتتم لما بيصل لحد معين من الإيه، من النمو، لكن بقية العمليات الحيوية بتتم منذ بدء حياة الكائن الإيه، الكائن الحي. طيب كان في سؤال كان جه حلو أوي، بس كان جه في أسئلة تربية وتعليم وعادي ممكن ييجي في الأزهر. كان هو بيقول لك إيه هي الوظائف اللي كان جه في امتحان، إيه هي الوظائف الحيوية اللي ما بيقومش بها الطفل، اللي ما بيقومش بيها الجنين. إيه هي الوظيفة الحيوية؟ الوظيفة الوظيفة الحيوية التي لا يقوم بها الجنين. الجنين ما بيقومش بوظيفة إيه؟ ما علشان هو بياخد الأكسجين. مش إحنا كنا بنقول إن المشيمة بتعمل وظيفة المشيمة بتمثل الرئة بالنسبة للطفل، فالعيل بياخد الأكسجين وبيطلع ثاني أكسيد الكربون بواسطة المشيمة اللي هي بقى بتنقل عن الحبل السري، والحبل السري بينقل للمشيمة ثاني أكسيد الكربون. يبقى أول وظيفة حيوية ما بيقومش بها الجنين اللي هي عملية التنفس. تاني حاجة عملية الهضم. هو الأكل كله بيوصل له مواد غذائية كاملة. المواد الغذائية في الصورة بتاعتها اللي هي مونيمرات، فهي مش محتاجة أصلا إن هي تقوم بعملية هضم إن هو يحول البوليمر يحوله لعملية إيه؟ يحوله المونيمر بتاعه. طب نكمل الأسئلة بتاعتنا. بيقول لنا أي مما يلي يحدث عندما يكون الفرد عقيم. الفرد عقيم يعني معناها مش هيخلف. طيب هو بيقول لك لا يصل لمرحلة البلوغ، لا عادي بيصل لمرحلة البلوغ، يبقى دي صح. يستمر. هو بيقول لك أي مما يلي يحدث عندما يكون الفرد عاقل. يستمر لنهاية عمره، إن هو بيستمر لنهاية عمره عقيم. بيستمر لنهاية عمره بيكون إيه؟ بيكون عقيم. ينتج إناث فقط، هو أصلا ما بيخلفش. جميع أبنائه بتبقى عقيم، هو أصلا ما بيخلفش عشان يخلف إيه؟ يخلف أبناء. يبقى هنا ولا يصل لمرحلة البلوغ، قلنا لا هو بيصل لمرحلة البلوغ، يبقى بيفضل عقيم طول عمره. الكائنات الحية الآتية بتستغرق وقتا أطول للوصول إلى النضج الجنسي. اللي بياخد وقت طويل علشان يصل لمرحلة النضج الجنسي، خلي بالك، أي كائن بيتكاثر جنسيا، والكائن ده يكون ذكر اللي هو وحيد الجنس اللي هو ذكر، ويكون ايه، ويكون انثى، ويكون بقى دي اي كان بياخد ده وقت للوصول. بس اللي بياخد وقت طويل قوي اللي هم بيكونوا بالذات مع الثدييات. طب نشوف هنا الذبابة المنزلية حيوان بيتكاثر عن طريق التكاثر الجنسي، يعني في إناث وفي ذكور. تمام. طب سمكة البلطي ديت برضك إناث وذكور، وبتتكاثر تكاثر إيه؟ تكاثر جنسي. وحيد القرن ده من الثدييات. طيب البعوضة يعني برضك هو كان بيتكاثر جنس ذكر وأنثى، من الثدييات، وبيحتاج وقت طويل علشان إيه؟ بياخد وقت علشان يحصل اللي هو كل حاجة تحصل ليه في عملية النضج. البعوضة زي الذبابة المنزلية، يبقى أكتر كائن أنا باختاره من الثدييات. يبقى اللي بيستغرق وقت، يبقى كل أنواع أي كائن بيتكاثر جنسه بيتكاثر جنسيا وذكر وأنثى، يبقى معنى كده هو بياخد وقت للوصول لمرحلة النضج الجنسي. بس أعلى كائنات حية للوصول إلى مرحلة النضج الجنسي بتبقى عبارة عن الثدييات. فانا بختار اي نوع من انواع
الثدييات. طيب ما لقيتش، هتقولي بقى يا مس طب انا ما لقيتش اصلا الثدييات، اختار سمكة البلطي ولا اختار الذبابة اللي هي المنزلية ولا اختار البعوض؟ بص يا سيدي، انت عندك اصلا الذبابة المنزلية دي من حيث درجة الرقي فهي اعلى رقيا من سمكة الايه البلطي، فما ينفعش اعمل مقارنة بين الذبابة المنزلية والبعوض عشان الاتنين تبع الحشرات. فاللي هتاخد وقت اطول بالنسبة في دي مش هيشتغل لك بحاجة انت اصلا ما درستهاش، يعني هو هيشتغل لك بحاجة انت خدتها مثلا او في سنة اولى، بس هتكون حاجة مفهومة بالايه بالنسبة لك. اي الخلايا التالية تنقسم من قسام ميتوزي بس؟ الخلايا اللي بتنقسم من قسام ميتوزي فقط خلايا أحادية المجموعة الصبغية، هي تنقسم من قسام ميتوزي فقط. ما تنفعش لو انقسمت انقسام ميوزي هتبقى من النص نون، ما عندناش في المنهج في الحياة ما فيش عندي حاجة اسمها اتنين ايه، ما فيش عندي حاجة اسمها نص نون. ثنائية المجموعة الصبغية الحاجة الاتنين نون، الحاجة الاتنين نون عادي ممكن تنقسم ميتوزيا بغرض النمو أو التجدد، وممكن تنقسم ممكن تكون مثلا في المناسل فتنقسم ميوزيا علشان تديني الأمشاج، يعني ديت مش فقط دي تنفع الاتنين. خلايا حقوقيات النواة أنا وأنت حقوقيات نواة بننقسم من قسم ميتوزي بغرض النمو بغرض التجدد، زائد بننقسم من قسم ميوزي في المناسل بتاعتنا علشان نكون الأمشاج، يبقى ديت ما تنفعش. اللي بتحتوي على عدد زوجي من الصبغيات نفس الفكرة، هي ثنائية عدد زوجي من الصبغيات زي خلايا ثنائية المجموعة الصبغية تنفع تنقسم ميتوزي وتنفع تنقسم ميوزي. يبقى هنا الخلايا التي تنقسم ميتوزيا فقط يبقى هي الخلايا أحادية المجموعة الصبغية. طب يقول لك أي مما يلي يحدث غالبا في التكاثر الجنسي؟ التكاثر الجنسي ده بيعتمد على إيه؟ التكاثر الجنسي بيعتمد على حاجتين، هما الحاجتين دول. التكاثر الجنسي بيعتمد أول حاجة على تكوين الأمشاج، بعدها بتيجي خطوة التلقيح، بعدها بقى الخطوة الأساسية اللي هي خطوة الإخصاب. وتكوين الأمشاج ده بيتم غالبا الميوزي. طيب هو بقى بيقول لي إيه؟ هو بيقول لي أي مما يلي يحدث غالبا في التكاثر الجنسي، بيحصل غالبا الانقسام الميتوزي ولا بيحصل فيه عملية الإخصاب ولا بيحصل فيه تبادل للمادة الوراثية ولا بيحصل فيه تضاعف للمادة الوراثية. هيحصل فيه إيه؟ ما احنا قلنا هو التكاثر الجنسي بيحصل فيه عملية إيه؟ عملية تكوين الأمشاج، وده ممكن يحصل إيه؟ ممكن ما يحصلش في عملية الاقتران. طيب يحصل في عملية التلقيح، بيحصل في عملية الإخصاب، يبقى هي عملية ما فيش عندي تلقيح يبقى هاخد خطوة الإخصاب. فبيقول لك من خلال الشكل الذي أمامك فيما يختلف الفرد باء، ده عملية تبرع عشان لو ما كانتش باينة معاك، وديت أدا الخلية الأولانية اللي هي ألف، بعد كده مديني الخلية ديت اللي هو البرعم وجايب لي برعم تاني وهو كمان بيتبرع، وعامل لي عند الأفراد الناتجة باء وده الفرد الأب. طب هو عاوز الاختلاف. التبرعم ده بيكون إيه؟ التبرعم بتبقى قلنا في التبرعم في الخمير بينشئ البرعم كبروز من جانب الخلية الأصلية، بعد كده تنقسم النواة ميتوزين إلى نواتين، واحدة بتفضل في الخلية الأصلية والتانية بتهاجر للبرعم، بعد كده البرعم بيفضل ينمو تدريجيا وبيحصل حاجة من حاجتين، يا بينفصل يا بيفضل لازق في أمه ويكون حاجة اسمها مستعمرة خلوية. طب التبرعم بيختلف عن الانشطار الثنائي في إيه؟ إن التبرعم حجم الخلايا الناتجة اللي هو بيبقى الفرد الأبوي بيبقى كبير وبيفضل موجود، والفرد الجديد بيكون أصغر منه في الحجم، لكن بيكونوا متطابقين في عدد الصبغيات، بيكونوا متطابقين في الصفات الوراثية، نفس الصفات الوراثية. طب هو بيقول لك فيما يختلف في عدد الصبغيات، لأ دي بيكونوا متشابه، في الصفات الوراثية بيكون متشابه، في العمر والحجم لأ بيكون مختلف، عشان ده هيكون ده فرد جديد،
ده ابنه، فهيكون بقى عمره أقل وحجمه بيكون إيه أقل. القدرة على الاستجابة ده بيكون إيه متشابه، عشان إحنا قلنا إن هو بيكون نسخة كربون من الفرد الأبوي، يبقى بيختلف في العمر العمر والحجم. طب يقول لنا اكتب المصطلح العلمي. المنازل المذكرة في الفجير. المنازل المذكرة في الفجير بتبقى عبارة عن إيه؟ الفجير ده من الكائنات اللي التكاثر فيها بيبقى عبارة عن إيه؟ الفجير أو كزبرة البئر، التكاثر فيه بيكون بظاهرة تعاقب الأجيال، وبيكون مثال نموذجي لظاهرة تعاقب التكاثر اللاجئ. طيب في كزبرة في كزبرة البئر احنا عندنا، أو في الفجير أنا بيبقى عندي كام طور؟ أنا بيكون عندي طورين، اللي هو أول حاجة عندي الطور الجرثومي، وده بيكون ثنائي المجموعة الصبغية. والطور ده ليه بيكون ثنائي المجموعة الصبغية؟ لأنه ناتج من تكاثر جنسي باندماج النبرة هي نون مع بيضة هي نون لتكوين. طيب جرثومي قلنا ده الطور جذره بيبقى له ساق، وبيبقى الأوراق بتاعته أوراق ريشية، والورق بتاعه ليه ميزة إن الورقة بتاعته السطح السفلي لها بيكون بيحتوي على بصرات، والبصرات ديت اهي أدى الورقة. فالورقة بتبقى مليانة بصرات اللي احنا قلنا عليها حفر غائرة. جوه البصرات دي على الصدر. الجرثومية الأمية ديت تنقسم من انقسام ميوزي علشان تبدأ هنعمل عليها دلوقتي سؤال، اللي هي ايه؟ اللي هي بتكون ايه؟ هي انقسام الايه؟ من الانقسام الميوزي. المهم بعد ما بتنضج الجراثيم وبعد كده بتحملها الرياح لمسافات بعيده، بتقوم جايه تسقط على تربه ايه؟ على تربه رطبه. ساعه لما بتسقط على تربه رطبه بتبدا تنبت، وبعد ما بتنبت بتبدا تتكتل وتنقسم انقسام ميتوزي عده مرات علشان تقوم جايه مدياني مين؟ عشان تبدا تديني الطور الايه؟ الطور المشيجي. الطور المشيجي قلنا بيبقى طور مفلطح واخد الشكل ليه؟ الشكل القلبي. بيبقى ليه أشباه جذور. بيبقى أصلا أول حاجة الطور في معلومات الطور المشيجي إن الطور المشيجي بيكون كام؟ بيكون نون. نون ليه؟ لأنه ناتج من تكاثر لا جنسي بالجراثيم من إيه؟ عنه. لها أشباه جذور عشان تخترق التربة فتقدر تمتص الماء والأملاح. تاني حاجة السطح السفلي للورق. السطح السفلي للورق بيحتوي على الزوائد التناسلية اللي هي جاي عليها بقى السؤال بتاعنا. ايه الزوائد التناسلية ديت؟ الزوائد التناسلية اللي هي بتكافئ المناسل. ايه بقى الزوائد التناسلية معانا؟ الزوائد التناسلية حاجتين، اللي هي عبارة عن الأنسريديا والأرشجوني. يبقى هي أدا الأنسريديا
وده ليه الأرشجونيا. طب الأنسريديا والأرشجونيا هيكونوا عبارة عن إيه؟ الأنسريديا والأرشجونيا هيكونوا عبارة عن نون. النون ليه؟ عشان الطور أصلا بتاعهم عبارة عن نون. الأنسريديا مناسل مذكرة. والمناسل المذكرة دي تطلع مين؟ تطلع المهددة اللي هي بتبقى عبارة عن نون. بتطلعها بإيه؟ بتطلعها بين قوسين. وبرضك إحنا عاوزين دلوقتي الانقسام اللي هي الميتوزي. دي بالانقسام بالانقسام برضك الايه؟ الانقسام الميتوزي. يعني انت عندك دلوقتي في امشاج طالعه من انقسام ميتوزي مش الغرض منه تكوين الامشاج يبقى انا عندي هنا في عندي امشاج لا تنشأ من انقسام ميوزي او انقسام ميتوزي تكوين. زي مين بقى يا كبير؟ زي عندك اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي، زي عندنا السابحات المهدبة اللي بينتجها مين؟ ثروت اللي هو الأنسريديا. والبويضات اللي بينتجها مين؟ الأرشجونيا اللي هي رشا. زائد لحشر عند الغرض منه دائما تكوين الأمشاج. لا ليه؟ علشان أنا عندي في انقسام ميوزي ليس الغرض منه منها تكوين الايه؟ تكوين الامشاج. عندك احنا لسه قايلين اهو، لسه قايلين عندنا الجراثيم لمين؟ للفوجير بتنشأ بالانقسام الميوزي. تاني حاجة، فاكر لما كنا بنقول في دورة حياة طفيل بلازميديوم الملاريا عندك اللي هو الطور الحركي اللي هو كان عبارة عن 2 نون يقوم جاي ينقسم انقسام ميوزي فبيدينا كيس الايه؟ كيس البيض اللي هو بيكون عبارة عن نون ايه؟ عن نون واحدة. وعن في الاقتران فتح له بالايه؟ الاسبروجير بيكون عبارة عن 2 نون. عند تحسن الظروف تقوم جاية تعمل انقسام ميوزي علشان تعمل عملية تكون 4 ايه؟ 4 أنوية. ال4 أنوية بيتلاشى واحدة، يتلاشى 3 وتتبقى واحدة. الواحدة اللي بتتبقى ديّة تنقسم انقسام ايه؟ عشان خط جديد. فبيكون الغرض منه إن هو يعمل عملية اختزال لعدد الصبغيات، مش الغرض منه تكوين الايه؟ الأمشجة. طيب إحنا لسه بنقول ده الجراثيم ناتجة من إيه؟ الجراثيم ديّة ناتجة من انقسام إيه؟ من انقسام ميوزي. طيب هل بقى كل الجراثيم بتنتج من انقسام ميوزي؟ لأ. كل الجراثيم بتنتج من انقسام ميتوزي؟ لأ. لأ، في جراثيم كده وفي جراثيم كده. اللي هو إزاي؟ في عندنا في جراثيم لما إحنا نعمل مقارنة بين جراثيم الفوجير وبين جراثيم عفن، إيه الفرق ما بين الاتنين؟ جراثيم الفوجير بتكون نون وديّة بتكون إيه؟ نون، يعني متشابهين في المجموعة الصبغية مش في عدد الصبغيات. نون بتمثل نون دي يعني المجموعة الصبغية. عدد الصبغات لما هو يقول لك 12 كروموسوم، 16 كروموسوم، 4 كروموسوم، فالأنواع كلها بتختلف في عدد الصبغيات. يعني الجنس البشري بيختلف في عدد صبغياته عن القرد، عن الحوت، عن الذبابة، عن.
لكل كائن، كل نوع وله عدد الكروموسومات المميزة بيه، لكن المجموعة الصبغية كل يعني إحنا 2 نون، القرد 2 نون، النبات 2 نون، الفجير 2 نون، ما فيش اختلاف. جراثيم الفجير بتنشأ من انقسام ميوزي. يعني إيه؟ يعني الخلية الجرثومية الأمية لما بتيجي تنقسم يا كبير بتدي لك 1 2 3 4 4 إيه؟ 4 جراثيم، والأربع جراثيم بتبقى متحاطة بجدار سميك وقليلة الإيه؟ وقليلة السيتوبلازم. هنا ديت بتنشأ من انقسام، بتنشأ من انقسام ميتوزي. يعني الخلايا الجرثومية الأمية بتنقسم وتدي لها 2 بس، كلام متحاطة بجدار سميك وقليلة الإيه؟ السيتوبلازم. ديت شرط الإنبات هنا وهنا واحد، اللي هو إيه؟ شرط الإنبات وجود البيئة الرطبة. مفيش بيئة رطبة مش بتموت، ما بتموتش، أمال بيحصل لها إيه؟ بتظل في حالة سكون لغاية لما بتتحسن الإيه؟ الظروف. تحسنت الظروف ديت بتقوم جاية يحصل لها عملية إنبات إلى طور كام؟ نوم. بيختلف في الشكل والمجموع عن الفرد الأصلي، لكن ديت بقى لما بتسقط على طور الصفات وشكل المجموعة الصبغية. مش هكبر. نرجع تاني للسؤال بتاعنا، يقول لنا المناسل المذكرة في الفجير، المناسل المذكرة في الفجير قلنا هي مين؟ الأنثريتي. كام نون الأنثريتيا دي يا عم؟ نون. بتطلع إيه يا عم؟ بتطلع السابحات. وفي فرق ما بين المناسل والأمشاج. حيوان بينتج الأمشاج بالانقسام الميتوزي لسه قايلينها، اللي هو عمنا مين؟ ذكر نحل العسل اللي هو بتاع التولد البكري. حيوان أنثى بس يا عيني ليس له أب. الحيوان الأنثى اللي ملهوش أب ديت أنثى حشرة المن الناتجة من التولد اللي طالعة من التوالد البكري. طيب في التولد البكري ده بتبقى حالة خاصة من إيه؟ حالة خاصة من التكاثر اللاجنسي. والتولد البكري بتبقى التكلفة البيولوجية بتاعته بتكون عالية. التكلفة البيولوجية بتاعته بتكون عالية ليه؟ علشان اختصار الإنجاب بيتم بس على، هو بيبقى جنسين ذكر وأنثى، بس اختصار الإنجاب بيكون على مين؟ على الأنثى فقط. وبيكون عبارة عن إيه؟ إن البويضة بدون إخصاب تديني فرد جديد. طيب انت عندك هنا اللي هي حته اللي هي الكور ديت، لما يديلك ديت ويديلك ديت ويديلك ديت، قوم جاي مديلك هنا اسهم اهي، قوم جاي مديلك هنا فرد، ديت نون وديت 2 نون وديت ايه؟ نون. وقام جاي يديلك ده فرد نون واحده، وديت فرد 2 نون، وديت عبارة عن فرد عبارة عن ايه؟ عن نون. ديت عبارة عن ايه؟ انت عندك ديت نون بويضة دي ايه؟ المشيب نون وادالك فرد نون، يبقى ده توالد بكري. والكائن اللي طالع لي ده اللي هو عبارة عن ذكر نحل ليه؟ نحل العسل. طب 2 نون ادالك 2 نون، يبقى ديت توالد بكري، واللي طالع ده أنثى حشرة المن. طالما متغلفة بغلاف سميك يبقى ديت وهي نون، وهي نون لو متحوطة بغلاف سميك و2 نون تبقى زي جزبور. يعني اللي هو مديها لي كده ومدي لي هنا 2 نون يبقى دي كانت هتبقى ايه؟ زي جزبور. طيب نون وادالك فرد نون يبقى ديت ايه؟ جرثومة. ممكن بقى تكون جرثومة، قال لك مثلا نون ديت لو نشأة من انقسام ميتوزي يبقى دي جرثومة عفن الخبز، لو نشأة من انقسام ميوزي يبقى ديت جرثومة الايه؟ جرثومة الفجير. يبقى الفرد ده لو كانت ديت طالعة من انقسام ميتوزي يبقى الفرد ده فطر، لو طالع من انقسام ميوزي يبقى ده عبارة عن الطور الايه؟ الطور المشي.
طب في التولد في التوالد البكري إحنا قلنا إن أدى الأنثى اللي هي بتبقى عبارة أنثى نحل العسل بتبقى عبارة عن 2 نون، بتقوم جاية تطلّع بويضاتها كلها بالانقسام بالانقسام الميوزي، فبتكون البويضات عبارة عن كام؟ بتبقى البويضات عبارة عن نون بس. البويضات ديّة بيض منها ينمو بدون إخصاب، فيدّيني إيه؟ فيدّيني ذكر، الذكر ده بيكون عبارة عن إيه؟ عبارة عن نون. ذكر نحل العسل لمّا بيصل لسن البلوغ يقوم جاي ينقسم انقسام ميتوزي فيطلّع لي مشيج اللي هو حيوان منوي بيكون عبارة عن إيه؟ عبارة عن نون. المشيج ده بيقوم جاي رايح مخصّب مين؟ البويضة اللي هي عبارة عن نون، فلمّا يحصل فيه عملية الإخصاب دهيّة بيطلّع لي مين؟ بيطلّع لي إناث. الإناث دي بتبقى 2 نون، بتبقى يا إما ملكة يا إما 2 نون بتبقى عبارة عن شغالة. الملكة ديّة بتبقى فرد خصب والشغالة ديّة بيبقى عبارة عن فرد إيه؟ فرد عقيم. يعني معنى كده إن ذكر نحل العسل هو الذكر الوحيد اللي ما بيخلفش غير إناث. طب بالنسبة للتولد البكري لحشرة المن، قلنا ده على حسب ظروف البيئة، هي بتيجي في موسم بتبقى الحشرة 2 نون تقوم جاية مطلعة بويضات كلها بالانقسام الميتوزي، فبتبقى البويضات كلها عبارة عن 2 نون. البويضات بدون إخصاب تديني فرد بيكون عبارة عن 2 نون اللي هو بيكون عبارة. طيب تيجي بقى في موسم تاني اللي هو في فصل الشتاء بتبقى الإناث بقى اللي طالعة، الإناث الأمهات والإناث اللي طالعة من التولد البكري، عشان كده إناث المن عددها كبير، عددها بيكون إيه أكبر بكتير من عدد الذكور، عشان الناس طالعة من تكاثر جنسي وتكاثر إيه لا جنسي، ويجي الذكر بيبقى 2 نون، ده هيطلع أمشاجه بالانقسام الميوزي وده هيطلع أمشاجه بالانقسام الميوزي، هتطلع بيض نون وده هيطلع بينهم يحصل عملية فيطلع أفراد جديدة 2 نون. الأفراد الجديدة ديّة بتبقى يا إما بتبقى ذكر. يبقى هنا الفروق اللي في التولد البكري في نحل العسل ما بيخلفش غير ذكور، لكن هنا التولد البكري ما يطلعش غير إناث. التكاثر الجنسي في نحل العسل ما يطلعش غير إناث، التكاثر الجنسي في حشرة المن يطلع إناث ويطلع ذكور. لو عملناها برسمة نرجع كده، لو عملنا ده برسمة في التولد في التولد البكري هنلاقي عندك في التولد في التوالد البكري هذا المجموعة اللي هي المجموعة الصبغية والأمجاد. الفرد الأبوي بيبقى عبارة عن 2 نون، يقوم جاي يديني إيه؟ يديني نون، بعد كده هيفضل طالما فضل نون يبقى ده إيه؟ يبقى ده التولد البكري في نحل الإيه؟ التولد البكري في نحل العسل. طيب التولد البكري في ده لأ، ده هو بيكون الفرد 2 نون وبيفضل يطلع إيه؟ أدى الأمشاج بتاعته 2 نون ويطلع فرد 2 نون ينمو 2 نون، يبقى ده كده التولد البكري في نحل الإيه؟ التولد البكري في حشرة الإيه؟ المن. طب التولد البكري الصناعي بقى، التولد البكري الصناعي ده إن أنا بانشّط باجيب البويضة، البويضة ديّة بتبقى إيه؟ بتكون نون، بتبقى من كائن أصلًا هو مش بيتكاثر بالتولد البكري، دي طريقة صناعية. اتعملت في مين؟ اتعملت في الضفادع وفي نجم البحر في الأرانب. باجيب البويضة يا إما باعرّضها لصدمة حرارية، يا إما باعرّضها للإشعاع، يا إما باعرّضها لصدمة كهربية، يا إما أعمل لها عملية رَج، يا إما أعمل يا إما أحطها في محلول يحصل يا عم بيحصل أي حاجة من الحاجات ديّة النون بيكون عبارة عن إيه؟ بس، والأنثى دي
خدنا منها ليه. طيب ليه ما ينفعش ان انا اخد حيوان منوي؟ ليه ما ينفعش اجيب حيوان منوي واعرضه لصدمه حراريه او كهربيه او رج او وخز بالايه؟ بالابر. ما ينفعش ان انا اعرض الحيوان، ما ينفعش ان انا اعمل العمليه دي مع الحيوان المنوي، عشان الحيوان المنوي بيكون قليل السيتوبلازم، ما عندوش اصلا غذاء كافي علشان يقدر يكون، تتضاعف بقى في الماده الوراثيه عادي هتتضاعف، بس ما فيش غذاء كافي علشان يكفي العمليات الحيويه علشان تبدا يقدر يتغذى الجنين في مراحل في مراحل تكوين. طيب بيقول لنا استخرج الكلمه الشاذه مع بيان السبب. الاميبا والبراميسيوم واليوجلينا والبلاناريا. الأميبا ده أنا هاتكلم على كل الصفات، يعني مش أنت طبعًا أنت بمجرد إن أنت شُفتها أنا عارفة ومتأكدة إن أنت اخترت مين الكلمة الشاذة. الأميبا ديّة من أوليات أوليات النواة، طلائعيات، من الأوليات الحيوانية، طلائعيات، والبراميسيوم أوليات حيوانية، مملكة طلائعيات. اليوجلينا مش من الأوليات الحيوانية، هي من اليوجلينيات من الطلائعيات. البلاناريا عشان تعرفوا البلاناريا ديّة عبارة عن حيوان دودة من الديدان المفلطحة، عبارة عن حيوان. طيب الأميبا بتتكاثر بالانشطار الثنائي، والبراميسيوم بيتكاثر بالانشطار الثنائي، واليوجلينا بيتكاثر بالانشطار الثنائي، والبلاناريا بتتكاثر عن طريق التجدد. فأنت عندك هنا وجهين اختلاف. الوجه الاختلاف اللي جاي بيتطبق على منهجي، مش هاتكلم إن أقول ده حيوان وكل دول من الطلائعيات علشان دول مش موجودين عندي في المنهج. اللي موجود عندي هي علميًا صح، ولو عمل لك هي كده في الاختيار أنا باختار الكلمة الشاذة هي البلاناريا. لكن لو أنت كتبت إن كل دول من الطلائعيات وده وده حيوان وعملها لك غلط، يبقى هو ما بيفهمش حاجة. لكن إحنا هنتكلم برضك للأمان هناخد اللي موجود عندي في المنهج. إن أنا باختار البلاناريا هي الشاذة، البلاناريا الشاذة عشان كل ده بيتكاثر بالانشطار الثنائي، وهي بتتكاثر عن طريق عن طريق التجدد. طيب الأميبا دهيّة إيه الفرق ما بين الأميبا والبراميسيوم في الظروف البيئية الغير مناسبة؟ لو الظروف البيئية عند تغير ظروف البيئة زي جفاف البركة اللي عايشة فيها بالنسبة للأميبا. الأميبا بتلجأ للتحوّصل الكيتيني عشان يحميها من الظروف البيئية الغير مناسبة، وداخل الغلاف الكيتيني بتقعد تنقسم عدة انقسامات ميتوزية عشان تديك عدد من الأميبات الصغيرة. لكن البراميسيوم يلجأ إلى الاقتران، التكاثر يا باشا. واليوجلينا بتلجأ برضك في الظروف البيئية الغير مناسبة إلى التكاثر عن طريق عملية الاقتران. البلاناريا هي بتتجدد ولها القدرة على التكاثر عن طريق عملية التجدد. طيب بيقول لي الاقتران تكاثر جنسي، التبرعم لا جنسي، التجدد لا جنسي، زراعة الأنسجة لا جنس صناعي. يبقى إيه؟ يبقى الاقتران، والباقي ده صور كل الجميع تكاثر لا جنسي ما عدا الاقتران تكاثر جنسي. يبدأ تكوين الجهاز العصبي من الشهر الأول في الحمل. تتميز العينين في الشهر برضو في المرحلة الأولى من الحمل. يتميز الذكر عن الأنثى في المرحلة الأولى. يكتمل نمو القلب وتسمع دقاته في المرحلة الثانية من يبقى هنا الكلمة الشاذة اللي هو يكتمل نمو القلب، كل ده بيحصل في المرحلة الأولى ما عدا يكتمل نمو القلب بيحصل في المرحلة الثانية. طب بص يا باشا، اللي هو حتة يتميز، يعني لما يجي يقول لي علل المرحلة الأولى من أهم مراحل النضج التكويني. ما ينفعش لو أنا
أنا كتبت لك، لو أنت كتبت كل حاجة بتحصل في المرحلة الأولى كله، يبقى أنت كده السؤال عندك إيه غلط، أنت مش فاهم. لما يجي يخص عندك يخصها بالتكوين الإيه، بالتكوين الجنسي ده أهو، لأ ما ينفعش إلا تكتب اللي إحنا في الشهر حيث في الأسبوع. ماشي، ده لو قال لك أهم مراحل التكوين الإيه، التكوين الجنسي. طيب بيقول لك ما الكائن الحي الذي يتكاثر بطريقتين ولا يموت؟ الأميبا بتتكاثر. هو السؤال ده يعني من وجهة نظري يعني كان هو محتاج ضبطة صياغة شوية. الأميبا بتتكاثر بتتكاثر هي بطريقة واحدة، اللي هي الانشطار اللي هي الثنائي البسيط في الظروف اللي هي الظروف العادية، وانشطار ثنائي متكرر، وده عند في الظروف البيئية الغير مناسبة عند جفاف باركة. طيب الأميبا لما بتيجي تتكاثر بالانشطار الثنائي بتتكاثر وبيختفي الفرد الأبوي، يعني ما بتموتش، هي يختفي الفرد الأبوي. نفس الكلام بالنسبة للبكتيريا اللي هي عن طريق إيه؟ إن هي بتتكاثر، هي الصورة واحدة اللي هو صورة الانشطار اللي هي الثنائي، لكن هي ممكن في الظروف البيئية المناسبة تلجأ اللي هو انشطار ثنائي، بس في الظروف البيئية الغير مناسبة يبقى ده ما ينفعش. فطر الخميرة. فطر الخميرة بيتكاثر عن طريق التبرع، يعني بطريقة إيه؟ بطريقة بيموت هو أصلًا برضه كائن ما بيموتش. الهيدرا ديّة بقى بتتكاثر بكام طريقة، الهيدرا ديّة معلمة، بتتكاثر عن طريق التبرعم، حيث بينشأ البرام كبروز من أحد جوانب الجسم نتيجة إيه؟ انقسام الخلايا البينية وتميزها إلى برعم، إلى برعم. طيب لما ييجي يقول لك هي الخلايا البينية ديّة الخلايا البينية ديّة في الهيدرا اختفت، حصل أي حاجة، حصل فيها طفرة واختفت. معنى كده هنا إيه؟ إن الهيدرا خلاص هتتوقف عن وظيفة التكاثر؟ لأ، في الحالة ديّة لو الخلايا البينية في الهيدرا ديّة بتحيا عادي، عشان إحنا قلنا كده إن إن ده تكاثر، والتكاثر غير ضروري، ما بيأمنش بقاء الفرد، بيأمن بقاء النوع، زائد إن هي عادة هتتكاثر جنسيًا. طيب بتتكاثر عن طريق مين؟ عن طريق التجدد. ديّة قلنا لو إحنا جبنا الهيدرا وقطعناها لعدة أجزاء بس في مستوى عرض، وبتتكاثر تكاثر إيه؟ تكاثر جنسي بالأمشاج. يبقى أنت عندك مين؟ هتبقى هي الهيدرا. طب يقول لك أي صور التكاثر التالية لا يمكن أن تحدث في حيوان الإسفنج. الإسفنج لما بيتكاثر زي الهيدرا، يا إما بيتكاثر بالتبرعم، يا إما يتكاثر بالتجدد، يا إما يتكاثر تكاثر جنسي وبالأمشاج. يبقى معنى كده إن هو إيه؟ التبرعم بيتكاثر بالتبرعم، انشطار ثنائي لأ، ما بيتكاثرش بالانشطار الثنائي. الكائنات الحية التالية بتنتج أمشاج بنوعي الانقسام الخلوي. أنثى حشرة المنسن، بس نمسح الجزئية دي كده يا شباب. أنثى حشرة المن بتطلع بالانقسام الميتوزي، وبتطلع بالانقسام ميتوزي، فبتطلع بويضة 2 نون، هتتكاثر بالتولد البكري، ونون ده في حالة التكاثر الجنسي. طيب ملكة نحل العسل بتطلع بانقسام ميوزي بس. شغالة نحل العسل عقيمة، ما بتطلعش أصلا. ذكور حشرة المن بتطلع بالانقسام الميوزي، يبقى هي اللي بتطلع بالنوعين، هي الناس حشرة حشرة المن.
طيب بيقول لنا أي مما يلي لا يمكن استخدامه في تقنية زراعة الأنسجة. عشان تحصل فيه عملية زراعة الأنسجة لازم تكون إيه؟ أول حاجة لازم تكون الخلية اللي أنا هاخدها أو النسيج اللي أنا هاخده بيحتوي على المعلومات الوراثية الكاملة. يعني نسيج حي بيحتوي يعني اللي ينفع معايا في النبات ينفع أي حاجة ما عدا إيه؟ ما ينفعش في زراعة الأنسجة لا بويضة ولا حبة لقاح ده ولا نسيج الخشب. عشان برضك هو إيه؟ هو إيه كمان علشان تنجح معايا زراعة الأنسجة يكون الوسط اللي احنا خدناه في المنهج اللي هو عبارة عن ايه؟ لبن جوز الهند. اشمعنى؟ عشان لبن جوز الهند ده بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على الهرمونات النباتية للنمو. طب نرجع بقى تاني للسؤال بتاعنا. ها، هو بيقول لك أي مما يلي لا يمكن استخدامه في انت لسه واخدها اهو. البويضة المخصبة اللي هي بتبقى عبارة عن اتنين ايه؟ اتنين نوع. بويضة مخصبة يعني فالمادة الوراثية اللي هي الكاملة. أجنة مبكرة بتبقى اتنين ايه؟ اتنين نون. أجنة مبكرة بتاعة النبات الجذور النباتية برضو بتبقى اتنين ايه؟ اتنين نون. الأمشاج الناضجة بتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن نون. يبقى الذي لا يمكن اللي هي هتبقى عبارة عن الأمشاج اللي هي الأمشاج الناضجة. طيب بيقول لك أي مما يلي يتحول إلى فرد كامل في التكاثر الجنسي. خلية جنسية اتنين نون. طب نصلي الأول كده بس اهي على النبي. الخلية الجنسية اللي هي اتنين نون ينفع إن هي تتحول إلى فرد كامل بدون إخصاب؟ في التكاثر الجنسي لازم التكاثر الجنسي شرطه الإخصاب. شرطه عملية اللي هي الإخصاب. يبقى ديت إيه؟ لأ ما ينفعش. زيجوت بيقول لك زيجوت نون. ما فيش زيجوت نون أصلا. هو الزيجوت لازم يكون اتنين نون. يبقى برضه إيه؟ ما ينفعش. خلية جسدية اتنين نون انت عندك عشان يحصل في هتقول لي طب ما احنا عندنا اقتران. عندنا اقتران وبيتم بسط الخلايا الجسديه. بس هنا يا معلم هو مدي لك ايه؟ خليه جسديه اتنين نون. ما قالكش ان هي حصل فيها عمليه ايه؟ اقتران. فادالك مثلا ايه؟ زي جوت 4 نون. لو احنا كنا بقى بنتكلم بس هو عموما الاقتران بيحصل في خلايا بتبقى ايه؟ احاديد او كائنات حيه بتبقى احاديه المجموعه الصغيره. بس علشان انا بفكر زي ايه؟ التفكير اللي انت بتفكره بالظبط. لقاحة 2 نون لقاحة 2 نون هتبدأ تنقسم انقسام ميتوزي فتدينا فرد كامل. واللقاحة بتنشأ من انقسام ميتوزي. طيب بيقول لك في التكاثر الجنسي أي البدائل التالية يتناسب عكسيا مع التكلفة اللي احنا لسه ايه قايلينها. قلنا التكلفة البيولوجية ديت بحسبها بعدد مين؟ بعدد الستات في المجتمع وعدد أو اللي هي عدد الأفراد. زادت عدد الأفراد لو زادت عدد الأفراد اللي هي منجبة يبقى معنى كده التكلفة البيولوجية بتاعتي بتكون ايه؟ قليل. لو عدد الأفراد اللي مش منجبة هو اللي قليل هو اللي زايد معايا يبقى معنى كده عدد التكلفة البيولوجية بتاعتي بتكون ايه؟ قليل. طيب عدد الذكور كل ما زاد عدد الذكور المفروض هيحصل معانا ايه؟ يبقى عدد الأفراد الغير منجبة معايا مالها؟ هنا ايه؟ التكلفة بتاعتنا هتكون ايه؟ يبقى انا عندي عالي وزايد. يبقى ديت ايه؟ تناسب المفروض تناسب ايه؟ تناسب طردي.
هو عاوز عكس، يبقى دي ما تنفعش. عدد الأفراد التي تنجب، كل ما زادت عدد الأفراد اللي هتخلف يبقى التكلفة البيولوجية بتاعتي هتبدأ إيه تزداد، يبقى برضك ديت إيه، يبقى إيه يبقى التكلفة البيولوجية بتاعتي هتبدأ إيه، هتبدأ معايا هتكون قليلة. عدد الأفراد التي لا تنجب، ما احنا لسه قايلين كل ما زائد كل ما كانت عدد الأفراد التي لا تنجب قليلة يبقى التكلفة البيولوجية بتاعتي هتكون إيه، هتكون عالية، يبقى ديت إيه ما تنفعش. عدد أفراد النوع ملوش أي علاقة بالإيه بالحتة ديت، يعني ملهاش علاقة بالتكلفة الإيه البيولوجية. يبقى كل ما زاد أهو عدد الأفراد التي تنجب زادت، يبقى معنى كده التكلفة البيولوجية زادت كتير، التكلفة البيولوجية هتكون إيه هتكون إيه قليلة، يبقى هي إيه ب. اكتب مكان ووظيفة كل مما يلي. عاوز الأرشجونيا، وعاوز غشاء الرهل، وعاوز حويصلة جراف. طيب يبقى هو عاوز مني مين؟ عاوز مني الأرشجونيا، وعاوز غشاء الرهل، وعاوز حويصلة جراف. عاوز المكان، وعاوز الايه، وعاوز الوظيفة. الأرشجونيا بتبقى موجودة في مقدمة السطح السفلي، بتمثل بقى الوظيفة بتاعتها، بتمثل المناسل، بتنتج الأطوار الجرثومية الناتجة بتساوي عدد الأرشجونيات اللي حصل لها عملية إخصاب. بعد كده عاوز مني غشاء الرهن. غشاء الرهن ده بيحيط بالجنين، بيحتوي على سائل رهني لحماية الجنين من الجفاف، الرهن هوصل لك يا باشا. هوصل الجراف ديت هرمون الايه المسؤول لنا. بتفرز الأميبا في الظروف البيئية الغير ملائمة غلافا إيه حولها للحماية، غلاف كيتونيا، لا غلافا كيتينيا. السابحات المهدبة اللي هي المشيج المذكر، ها اللي هي المشيج الايه المذكر، بتكون مستديرة وغنية بالغذاء وتنتج بعده قليل، أكيد لا، يبقى ديت اللي عايزاها مين؟ البويضة. الإسبروزيتات مستديرة الشكل، الإسبروزيتات مغزلية الشكل. والإسبروزيتات ديت اللي هي كانت بتمثل إيه؟ افتكر كده، صلي كده على النبي كده وافتكر. الإسبروزيتات صح، ديت بتمثل الطور المعدي للإنسان في دورة حياة بلازميديوم مين؟ بلازميديوم نتيجة إيه؟ نتيجة تكاثر لا جنسي بالتجرثم لنواة كيس البيض. أي مما يلي بينتج عنه
تباين وراثي. تباين وراثي يعني اختلاف وراثي بيزيد عن الباقي. التولد البكري في حشرة المن ما فيهوش أصلا، يعني التولد البكري في المن ما فيش تنوع خالص، عشان البويضة طالعة من انقسام ميتوزي. لكن التولد البكري في نحل العسل فيه تباين وراثي، علشان هو البويضة طالعة من انقسام ميوزي. غير كده كمان ان الفرد بيبقى طالع من ايه؟ ان الفرد الجديد اللي هو طالع معاه بيبقى ذكر، فبيبقى بيختلف عن الام. الاقتران السلمي ده بيحصل بين تحلب وقصاد تحلب، يعني الفرد الجديد بيتسلم مادته الوراثية من فردين أبوين، ففي تنوع هنا، في تنوع وراثي. الاقتران الجانبي فيه تنوع وراثي بس بدرجة أقل من الاقتران السلمي. زراعة الأنسجة تكاثر لا جنسي، وتكاثر لا جنسي مفيش تولد بكري، يبقى اللي بينتج عنه تباين وراثي بيزيد عن الباقين يبقى عبارة عن الاقتران السلمي. طيب أي الكائنات الحية التالية نتجت عن خلية واحد بها مجموعتين صبغيتين متماثلتين جنسيا؟ نتجت من خلية بها مجموعتين صبغيتين متماثلتين، يبقى معنى كده إن الخلية اللي طلع اللي فيها دي الخلية الواحدة تبقى نون، والتانية بتبقى ايه؟ بتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن نون. ذكر نحل العسل ناتج من ايه؟ من خلية واحدة، والخلية الواحدة ديت اللي هي بتبقى عبارة عن بويضة، والبويضة ديت بتبقى عبارة عن نون واحدة بس، بتبقى مجموعة صبغية واحدة. ثعلب الإسبروجيرة بيبقى طالع. أي الكائنات الحية التالية نتجت من خلية واحدة بقى مجموعتين صبغيتين متماثلتين جينيا. ذكر نحل العسل قلنا هو ناتج من بويضة، فبتبقى المجموعات الصبغية موجودة نون، فبتبقى المجموعات الصبغية فيها بتبقى وحدة المجموعة الصبغية. أنثى الإنسان قلنا بتبقى طالعة من نون وطالعة من إيه؟ من نون، ده بتبقى مجموعة صبغية، أو دي مجموعة صبغية مفردة ودي مجموعة، بس ما بيكونوش متماثلين. الإسبروجيرة لو كان حصل اقتران، لو كانت ناتجة من اقتران بيكون جانبي، بس المشكلة إن هي ناتجة من انقسام ميوزي فما بيكونش برضك متماثلين. أنثى حشرة المن لو ناتجة من تولد بكري فبيكون المجموعتين، فبتبقى البويضة 2 نون، فبتبقى ثنائية المجموعة الصبغية. طب يمكن للكائنات أن تتكاثر جنسي أو تتكاثر لا جنسي. أي من الكائنات الحية يهدد. نمسح بس اللي فوق ده عشان إيه؟ يقول لنا يمكن أن يهدد استمرار بقاء تجمع من الأرانب، ولا يهدد استمرار تجمع بقاء فطر الخميرة. عزل أفراد النوع الواحد فطر خميرة مش هيأثر، عشان فطر الخميرة هو أصلا ما هو لا ذكر ولا أنثى، بيكون وحيد الجنس. لا لكن الأرانب بتكون ذكور وبتكون إناث. يبقى معنى كده اللي يهدد بقاء تجمع الأرانب لما أنا أعزل الإناث عن الذكور، يبقى في الحالة ديت مفيش تكاثر جنسي، عشان دي الطريقة اللي هو بيتكاثر بيها. يبقى هيبدأ هنا الأفراد اللي هتبدأ تكبر وبعد كده هتموت كلها. لكن فطر الخميرة حتى لو أنا شغالة بفرد واحد هيقدر إن أنا أكون مع الوقت مستعمرة خلوية. طب الحاجات التانية نشوفها كده. انتشار أحد الأمراض داخل التجمع يهدد ده ويهدد ده. وجود نقص في المغذيات يهدد بقاء الأرانب ويهدد فطر الخميرة. تواجد أماكن للتزاوج أكثر من وجود أزواج للتزاوج، يعني في أماكن للتزاوج بس ما فيش أزواج للتزاوج ديت برضو ما يهددش عملية الاستمرار، عشان بيقول لك وجود أكثر من وجود أزواج، يعني في أزواج أهو للتزاوج، فده مش هيهدد الاستمرار، هو هيقلل بس من الاستمرارية. المخلوقات التالية بتكون لقاحة ناتجة من اندماج مشيكي، وتنقسم اللقاحة ما يزال. يعني معنى كده هو بيقول لي طلع لي كائن حي ناشئ من تكاثر جنسي الأمشاك، اللي هو الإسبروجيرا والبراميسيوم ونبات. الإسبروجيرا تكاثر جنسي بالاقتران، هو لقاحة بس تكاثر لا جنسي بالاقتران، اللي هو عبارة عن خلايا جسدية، يبقى ده ما ينفعش. البراميسيوم بيتكاثر، قلنا تكاثر الاثنين، يا إما تكاثر لا جنسي يا إما تكاثر جنسي. نبات الجزر زيه زي الإنسان بيتكاثر جنسي بالأمشاج،
بلازميديوم الملاريا اللقاحة بتاعته في اندماج مشيجي وبيكون لقاحة، بس اللقاحة بتاعته لقاحة البلازميديوم لا تنقسم. امال بيحصل لها ايه؟ ده هي بيحصل لها تحول شكلي، بيحصل لها تحول ايه؟ طب يقول لك ايه البدائل صحيح عن الامشاج المذكره لمخلوق حي وحيد المجموعه الصبغيه؟ المجموع احاد الامشاج المذكره المجموعه الصبغيه ادانون ودانون، اللي هو ده الف او ايه او باء، يعني معنى كده ان ده انا هلغيه خالص وده هلغيه خالص، مش هبص عليه اصلا. طيب اشوف بقى انه الاجابه اللي صح. طالما هو نون زي ذكر نحل العسل، يبقى لما هيطلع امشاجه هيطلعها اكيد بانه انقسام بالانقسام الايه الميتز. هو نون انقسام ميوزي واستقبال الماده الوراثيه، لا ده امشاج مذكر نقل الوظيفه بتاعته نقل الماده الوراثيه، يبقى هي عباره عن ايه؟ عباره عن دي. طيب الاذان اذن هصلي ان شاء الله واجي اكمل معاك. طب نرجع تاني بقى مع بعض. بيقول لنا اكتب المجموعة الصبغية لكل مما يأتي: نسيج الأندوسبيرم والنواة المولدة والخلايا المنوية الثانوية. نسيج الأندوسبيرم ده بيكون ثلاثي المجموعة الصبغية. طب فاكرين ليه بقى ثلاثي المجموعة الصبغية؟ لأن نواة الأندوسبيرم كده ناتجة من إيه؟ ناتجة من اندماج النواة الذكرية الثانية اللي هي كانت عبارة عن كام نوع؟ اللي هي كانت عبارة عن اندماج نواة اللي هي النواة نون ونون يعني اتنين. النواة اللي هي موجودة داخل حبة اللقاح. الخلية المنوية الثانوية برضه بتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن. طب يقول لك إذا كان عدد الصبغيات في السبلة، السبلة اللي هي أوراق مين؟ أوراق الكأس اللي هي كانت أوراق مالها؟ أوراق خضراء. والسبلة كام نون؟ 2 نون. يبقى أنت عندك 2 نون بتساوي كام؟ بتساوي 30 صبغ. يبقى نون بتساوي كام؟ 15 صبغ. طيب نشوف بقى السؤال بتاعنا. فبيقول لك فما عدد الصبغيات في النواة الذكرية؟ النواة الذكرية بتبقى عبارة عن نون، يعني فيها 15 ايه؟ 15 صبغ. ما وظيفة النقير؟ هو عاوزها في البذرة. النقير في البذرة بيتم من خلاله دخول اللازم ده الوظيفتين بتوع النقير. قلنا ان النقير ضروري لمين؟ ضروري للبويضة وضروري للايه؟ للبذرة. ففي فرق بين الاثنين عشان ما تجيش الايه السؤالين وتقوم جاي انت لابخ نفسك وتقوم جاي عامل الوظيفة بتاعته بتاعت البويضة وهيتعمل لك ايه؟ غلط، بالرغم ان انت بتبقى عارف الوظيفة ليه؟ الوظيفة الثانية بتاعته. وظيفة النقير وظيفة النقير في البويضة بيتم من خلاله إخصاب مين؟ إخصاب. لكن الوظيفة بتاعته بالنسبة للبذرة قلنا بيتم من خلال دخول الماء اللازم لعملية الايه؟ اللازم لإنبات الايه؟ لإنبات البذرة. طيب بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لك ماذا يحدث عند تشحم تخت الزهرة بدل المبيض؟ لما هيتشحم التخت مكان الايه؟ مكان المبيض، في الحالة ديت ايه اللي هيحصل؟ في الحالة ديت هيبدأ هيتشحم، يبقى هنا هتتكون زهرة ايه؟ هتتكون، معلش عشان البتاع مش مظبوط معايا. في الحالة ديت هتتكون مين؟ هتتكون الثمرة الكاذبة. والتخت هو ايه؟ هو ما يؤكل. طيب هو بيقول لنا بيوضح الشكل اللي قدامنا مكان إفراز
هرمونين من هرمونات الحمل والتغير في تركيزهما خلال فترات أشهر الحمل. ما اسم الهرمون 1 والهرمون 2 على الترتيب؟ معلش هي الصورة معاكم بكسلة بس أنا هاحاول إن أنا أوضحها. الهرمون 1 اللي هو الهرمون المنقط، والهرمون 2 اللي هو طيب بُص يا حبيبي، أنت عندك الهرمونين موجودين أصلًا طول ال3 فترات، والاتنين التركيز بتاعهم بيعلى مع بعض، يعني معنى كده إن ما ينفعش إن أنا أقول إن هرمون واحد فيهم هو هرمون الأوكسيتوسين خالص، الهرمونين دول هيبقوا هرمون البروجسترون وهرمون الأستروجين. هرمون البروجسترون بيكون أعلى من هرمون الأستروجين علشان بيبقى المشيمة هي بتبقى حاجة طبية شوية هتاخدها إن شاء الله في كلية الطب، يعني الجسم الأصفر بيفرز الهرمون الأستروجين والبروجسترون خلال فترة لما بيحصل فيه عملية الحمل أو في الأيام اللي هم الأسبوعين، ونفس الحكاية بالنسبة للمشيمة. فالهرمون اللي بيكون أعلى في التركيز هرمون البروجسترون، وده من خلال الرسم بتاعنا. طب بيقول لك ما الهرمون الذي يفرز من الغدة شوف بعد الولادة من الغدة النخامية استجابة لعملية الرضاعة هرمون الأوكسيتوسين مش هرمون البروجسترون علشان ده بيعمل اندفاع للحليب استجابة لعملية الرضاعة. أي مما يلي بيمثل فرق في مدة الحمل ما بين الأغنام وبين الإنسان. الأغنام الإنسان بيبقى عندنا 270 يوم والأغنام بتولد على 150 يوم، يبقى الفرق بينهم 120 يوم. طب يقول لك إذا كانت في معاك ست وحامل بتوأم متصل بمشيمتين يبقى على طول ده توأم إيه يا باشا؟ صح عليك نور، يبقى ده توأم غير متماثل، يعني توأم ثنائي اللاقحة، يعني توأم متآخي، يعني ناتج من إيه؟ ناتج من بويضتين، يا إما البويضتين دول طالعين من نفس المبيض، يا إما البويضتين كل بويضة طالعة من مبيض، وبيتم إخصاب كل بويضة بحيوان منوي على حدة. فهنا لما يعني أنا عندي دلوقتي 2 جسم أصفر لما بينزلوا بقى للرحم بيبدأ كل بويضة بتحاط بغشاء كل بويضة كل اللي هو طور البلاستوسيست بيبدأ يحاط أو جنين بيبدأ يحاط بغشاء رهل وغشاء ثلي، غشاء رهل وغشاء ثلي، وغشاء ثلي بيخرج من إيه؟ منه بروزات أو خملات تمتد لكون المشيمة. يعني أنا عندي كام دلوقتي؟ عندي 4. طب الصفات الوراثية مختلفين تمامًا في الصفات الوراثية، هما 2 اخوات لهم نفس العمر، ممكن يكونوا بنتين، ممكن يكونوا ولدين، ممكن يكون ولد وبنت. أي النباتات التالية ينتج له غلاف للبذرة أو القصرة، يعني ده أنا بدور على حاجة بتكون إيه؟ لا اندوسبرمية، واللا اندوسبرمية كل اللي احنا خدناه فيه اللي هي نباتات ذات الفلقتين عدا بس اللي هو كان الخروع. فالتفاح اللي اصلا هي اللا اندوسبرمية قلنا يعني لها غلافين، في عندك غطيين، الغطا الاولاني او القشره الاولانيه اللي هي قشره المبيض، والقشره الثانيه القشره اللي حوالين البذره، يعني معنى كده ان هو مين؟ عمك التفاح. لكن القمح والارز والشعير دول بذور ايه؟ بذور اندوسبرميه. طيب أفكّرك أنت بالبذرة الإندوسبرمية والبذور اللا إندوسبرمية. إحنا قُلنا البذرة الإندوسبرمية دي فيها الجنين النباتي بيكون قنوع، فهنا بيحتفظ الجنين النباتي بنسيج الإندوسبرم. عشان كده عند الإنبات بيبدأ يتغذى من مين؟ من تحلُّل الإندوسبرم. قُلنا الإندوسبرم اللي هو بيكون عبارة عن الدقيق اللي هو بيكون عبارة عن إيه؟ عبارة عن نشا. طب قُلنا في البذرة الإندوسبرمية اللي بيحصل معانا إيه؟ اللي بيحصل معانا بتلتحم أغلفة المبيض، إما بتلتحم أغلفة المبيض إما أهو تلتحم أغلفة المبيض مع أغلفة البويضة، وده في الغالب لتكوين ثمرة وحيدة البذرة، وديّة بتُعرف بالحبة، وديّة بقى زي
معظم الفلقة الواحدة زي الذرة وزي الشعير وزي القمح، أو بيحصل حاجة أو حاجة تانية إن هي إيه بتتسلط الأغلفة البيضية وتدي لك الايه القصرة، وديت بقى في حاجتين. قلنا ممكن تكون فلقة واحدة اللي هي زي البلح، أو فلقتين زي الايه زي الخروف. لكن اللا اندوسبرمية قلنا ديت إن أفجعنهم، الجنين النباتي بيكون إيه إن أفجعنهم. بس في حاجة عندك انت في من كتير بيتلخبط فيها، ان انت عندك لازم تكون عارف ان الجنين، اي جنين سواء بتاع بقى بذرة اندوسبرمية لا اندوسبرمية، في مراحله الاولى بيتغذى على الاندوسبرم، في مراحله الاولى بيتغذى على الاندوسبرم سواء بقى كان بذرة اندوسبرمية او لا اندوسبرمية. قلنا البذرة اللا اندوسبرمية ديت بيبقى فيها الجنين النباتي ايه، بيكون الجنين النباتي ان افجعناهم، فبيستهلك بيتغذى على الاندوسبرم خلال مراحل ايه، عشان كده بيضطر ان هو يخزن اخر في صورة ايه، في صورة فلقتين. بس فيها بتتصلب الاغلفة البيضية معا لتكوين الايه القصرة او الايه او البذرة. يبقى انا عندي القصرة أو البذرة ديت موجودة فين؟ موجودة في ذات فلقة واحدة، وموجودة ذات فلقتين، موجودة في نباتات البذور اندوسبرمية واللا اندوسبرمية، لكن الحبة ديت مش موجودة غير في البذرة الاندوسبرمية فقط. طب يقول لك أجب عن الأسئلة الآتية. بيوضح الشكل التالي تركيز الهرمونات في دم امرأة خلال أسابيع الحمل. لا معلش لسه في سؤال، معلش يا حبايبي. في ثمرة فيها 33 بذرة، بالتالي أي الأرقام التالية بتعبر عن عدد الأنواع الذكرية التي كونت خلايا 2 نون. كونت خلايا 2 نون يعني معناها اللي هي كونت مين؟ اللي هي كونت الجنين. طيب انت عشان واحد بذرة تتكون محتاجة كام نواة ذكرية؟ محتاجة واحد نواة ذكرية بس عشان تكون الجنين الجنين النباتي. مش احنا عندنا كل بذرة بيبقى جواه جنين ايه، بيبقى موجود جواه جنين نباتي، والجنين النباتي ده بيتكون من اندماج ايه، من اندماج نواة ذكرية أولى مع نواة الايه، مع نواة البيضة. يعني انت عندك الواحد بذرة بيبقى محتاجة واحد نواة ذكرية علشان تكون لي خلايا 2 نون، يبقى 33 بذرة محتاجة 33 نواة ذكرية. طيب هي البذرة بقى بتحتاج الخمسة دول اللي هم عبارة عن ايه؟ الخمسة دول اللي هم عبارة عن النواة الذكرية الأولى، نواة ذكرية أولى، ونواة ذكرية تانية، ونواة ونواة. طب بيوضح الشكل اللي قدامنا تركيز الهرمونات في دم امرأة خلال أسابيع الحمل. ما الغدة المفرزة للهرمون A والهرمون B على الترتيب؟ الهرمون A اللي هو جاي من بعد الأسبوع، هو تم إفرازه بكثرة من بعد الأسبوع العاشر وزاد التركيز بتاعه، يبقى معنى كده إن الهرمون A ده اللي هو الهرمون المفرز من المشام. طب الهرمون بي اللي هو اتفرز بعد عملية الولادة، بعد حدوث الولادة، لما قل البروجسترون بدأ يزيد، يعني معنى كده ان ده هرمون ال LH او هرمون ال FSH. يبقى الغدة المفرزة للهرمون ايه علشان هو عامل اهو بعد الاسبوع في الاسبوع العاشر، يبقى ده من المشيمة، والهرمون بي هيبقى من الغدة الغدة النخامية.
آخر سؤال بقى معانا في البوكلت ده بيقول لنا أي النباتات التالية لا تساوي فيها عدد البويضات مع عدد الثمار. أنت عندك أصلا النبات اللي بيتساوي فيها عدد الثمار مع عدد البويضات، عندك القمح والرز والشعير ديت، كل ده عبارة عن أصلا ثمرة وحيدة الايه؟ وحيدة البذر، يعني ثمرة واحدة جواها واحدة، لكن بيبقى عبارة عن ثمرة واحدة وجواها 4 بويضات، اللي هي عبارة عن ال4 بذور، وإحنا اتفقنا إن عدد البويضات بتساوي إيه؟ بتساوي عدد البذور، ديت بتساوي عدد القرابي. يقول لنا ما عدد الانقسامات الخلوية الغير مباشرة التي تحدث للخلايا الجرثومية الأمية لتكوين بذرة ثنائية الفلق. عشان تتكون أصلا واحد بذرة فإحنا محتاجين إيه؟ إحنا محتاجين واحد حبة لقاح وقصادها واحد إيه؟ واحد بويضة يكون جواها واحد بيضة. طيب أنت عندك هنا في فرق بين الانقسام، يعني لما بيجي يتكون حبوب اللقاح أنت عندك بتبقى عندك خلايا جرثومية أمية، الخلايا الجرثومية الأمية ديت بيحصل لها انقسام ميوزي في الأول خالص، فبيدينا 4 خلايا، كل خلية من ال4 دول بنسميهم إيه؟ جراثيم صغيرة. ادت لنا إيه؟ شوف خلي بالك 4 خلايا أحادية المجموعة اللي هي الصبغية. بعد كده نواة كل جرثومة صغيرة بتنقسم انقسام ميتوزي علشان تدينا نواتين، نواة مولدة، نواة أنبوبية، ونواة مولدة. طب لو انت بصيت هنا يبقى الانقسام الميوزي ده انقسام ايه؟ انقسام خلوي، لكن الانقسام الميتوزي انقسام نووي. نفس الكلام لو انت جيت بصيت على خطوات تكوين البويضات، انت بنبتدي بخلايا جرثومية أمية يحصل لها انقسام ميوزي، فبتقوم جايه مديانا صف من 4 خلايا، الصف دول بيتلاشى منهم 3 وبتتبقى واحدة خلية واحدة. الخلية الواحدة ديت قلنا بتنمو وتكبر في الحجم عشان تدينا الكيس الجنين، يعني ده زي مرحلة قلبظة بتحصل فيها أو تحول شكل. بعد كده النواة بتاعتها تقوم جاية تنقسم ميتوزي 3 مرات متتالية علشان تدي والانقسام الميوزي انقسام خلوي. يبقى عدد الانقسامات زي ما هو ما عدد الانقسامات الخلوية الغير مباشرة التي تحدث للخلايا الجرثومية الأمية، يبقى لحبة اللقاح 1 وللبويضة كمان إيه 1، يعني إيه؟ يعني عندك 2. طيب ما الرابط المشترك بين الإثمار العذري والتولد البكري؟ الإثمار العذري والتولد البكري أوجه الاختلاف فيهم كتيرة. الإثمار العذري لما بيحصل فين؟ بيحصل في النباتات. التولد البكري بيحصل في الحيوان، وبيحصل عندنا في الحيوانات اللي هي زي مثلا زي الديدان وزي الحشرات. الإثمار العذري ده عبارة عن إنتاج ثمار بدون بذور بدون إخصاب، يعني ما يعتبرش هنا عملية تكوين. الإثمار العذري ممكن يحصل صناعي وممكن يحصل طبيعي. صناعي قلنا عن طريق رش مياسم، خلي بالك رش مين؟ رش مياسم الزهرة، رش مياسم الزهرة هنا وحبوب لقاح مطحونة في إثر كحولي أو إندول أو نفسول حمض الخليج، فبيتم تنبيه المبيض فبيدينا ثمرة. الثمرة ديت بتبقى خالية من البذور. الفرد الناتج الثمرة بيبقى إيه؟ بيبقى ما فيهاش بذر، يعني معنى كده عقيم، يعني ما بتطلعش أفراد جديد. التولد البكري ممكن يحصل برضه صناعي وممكن يحصل طبيعي، قلنا طبيعي لسه قايلينه في نحل العسل وفي حشرة المن، والصناعي قلنا في نجم البحر وفي نجم البحر، وموجود عندنا في الضفادع، وموجود في الأرنب.
طيب الصناعي ده قُلنا بيتم فيه تنشيط البويضات بتعرضها لصدمة حرارية أو كهربائية أو رَقَّة وَخْز بالإبر، المهم إن في الصناعي الفرد الناتج بيبقى فرد إيه، فرد خصب، ممكن يكوّن أفراد إيه، أفراد جديدة، يعني كل ديّة أوجه اختلافات. طب وجه الشبه بينهم إن أنا هنا لمّا هيحصل فيه هيتم تنبيه المبيض، فهيحصل فيه انقسام ميتوزي علشان يبدأ يدّيني ثمرة كبيرة الحجم، وهنا برضُك الفرد اللي هو البويضة بعد البويضة الناتجة هتبدأ إن هي بقى هتتضاعف وهتبدأ إن هي تدّيني فرد جديد هينقسم ميتوزي بغرض إن هو يبدأ إن هو يكبر في الإيه، في الحجم. طيب هنا بقى بيقول لي ما وجه ما الرابط المشترك؟ مكان حدوثه قلنا ديّة لأ، ده في النبات وده في الإيه، في الحيوان. إنتاج أفراد نون الإثمار العذري ما بيكوّنش فرد جديد عشان هو بيكوّن فرد إيه، عقيم. التولد البكري ممكن نون ممكن 2 نون. الانقسام الميتوزي كلاهما بيعتمد على الانقسام الميتوزي، طريقة الحدوث مختلفة تمامًا، يبقى الرابط المشترك ده. موجه الشبه بين الأنثريديا والنواة الذكرية. الأنثريديا نون والنواة الذكرية نون. ده وجه شبه المجموعة الصبغية، المجموعة اللي هي الصبغية. طب نشوف الحاجات اللي موجودة عندنا. عدد الصبغات قلنا عدد صبغات وجه اختلاف بين أي حاجتين مختلفين في الايه، في النوع، يعني ده ايه ما ينفعش، ده اختلاف ناتج عن نفس نوع الانقسام. الأنثريديا هي بتبقى ناتجة من انقسام ميتوزي والنواة الذكرية ناتجة من انقسام ميتوزي، فنخلي ديت شوية. كلاهما مشيج مذكر لأ، الأنثريديا مناسل والنواة الذكرية مش مشيج، ده هي نواة داخل الايه المشيج المذكر. لهم نفس الوظيفة. الأنثريديا الوظيفة بتاعتها إنتاج الأمشاج المذكرة. النواة الذكرية بتنقل المادة الوراثية للبويضة علشان تبدأ يتكون الايه الجنين. يبقى وجه الشبه اللي بينهم اللي هو ناتجة من نفس نوع الايه الانقسام. أي النباتات التالية تموت بعد إنتاج الزهور والبذور والثمرة؟ اللي بتموت النباتات الحولية، هي عبارة عن موسمية. أي حاجة إحنا بنزرعها في أرضنا وبيكون لها إيه، وبيكون لها ميعاد معينة، ما بتبقاش إيه أشجار أو كلام من ده. الفراولة ديّة بتبقى أشجار الفراولة، يعني ديّة إيه ما تنفعش. ده بيحصل فيه تظبيط بس للنمو الخضري، والنخيل برضه تظبيط للنمو الخضري، والليمون تظبيط للنمو الخضري. البطيخ ده أصلًا نوع من أنواع الإيه، البطيخ نوع من أنواع الخضروات، بيكون نبات إيه من النباتات الإيه الحولية. يوضح الشكل المقابل إحدى المراحل المتقدمة في نمو الجنين، ما الجزء الذي يحدث به انقباضات عضلية تؤدي إلى خروج المشيمة بعد الولادة. اللي بيحصل له انقباضات عضلية هو عبارة عن عضلة الرحم. طب فين عضلة الرحم؟ رقم 4 ده غشاء اللي السلية. رقم 3 ده غشاء الرحم. 2 ده بطانة الرحم. 1 ديّة المشيمة، يبقى هي رقم 2 بطانة الرحم. طب يقول لك ارسم شكل كامل للبيانات بيوضح الظاهرة النموذجية. اللي ما بيعرفش يرسم يحاول يرسمها معايا. هي أنا إيدي على التابلت جرافيك ما بتكونش مضبوطة أوي، بس هنحاول مع بعض إن إحنا نرسمها. أول حاجة أنت بنرسم مع بعض التخت. هذا التخت بتاعنا، وطبعًا لازم الزهرة بالبيانات بتاعتها، وبالقلم بقى بتاعك الرصاص يبدأ يظلله تظليلة خفيفة كده بتدي شكل حلو للرسمة. ده عبارة عن العنق وده عبارة عن التخت. بعد كده أول صف معانا من الأوراق اللي هي أوراق مين؟ أوراق الكأس. يبقى ده ورق الكأس، وديّة أوراق مين؟ أوراق الكأس. يبقى ده مين؟ الكأس. بعد كده بتتكون من عدة صفوف من أوراق من صف واحد أو عدة صفوف من أوراق ملونة. الأوراق الملونة ديّة اللي إحنا بنسميها إيه؟ بنسميها البتلات، اللي هي أوراق التويج. ده التويج. بعد كده بتتكون من أوراق تانية اللي هي أوراق الأزدان.
السوداء اهي، وبنقوم جايين عاملين من هنا ونحط خط في الايه في النص. يبقى ديت عبارة عن ايه؟ ده مطق، وده عبارة عن الخيط الرفيع، والاتنين دول قوم جاية حطاهم اللي هي الايه السوداء. بعد كده الزارة النموذجية مستوى الميسم بيكون أقل من مستوى الايه تبقى كده اللي هو إن أو نون، وبعد كده بقوم جاية عاملة ايه من هنا نص كورة ونص كورة، وانزل بهم على ايه على تحت، وبعد كده ارسم الايه المبيض وجواه البوم. يبقى ده ميسم، قلم، وده الايه المبيض. طب السؤال اللي بعد كده بيقول لك الشكل اللي قدامك بيمثل جهاز التناسل الذكي، أي الأجزاء لا تؤثر في التكاثر ويوجد لها نظير في الجهاز التناسلي الأنثوي؟ اللي ما بيأثرش في التكاثر وملوش نظير في الجهاز التناسل وليه نظير في الجهاز التناسلي الأنثوي اللي هو عبارة عن الحالب، بالإضافة عندك لحاجتين الإضافة للمثانة. طب نبص البيانات اللي عندك دي، ده عبارة عن القناة سي قناة بولية تناسلية، ديت الايه الخصية، ايه ده الوعاء الناقل، وبي داخل على المثانة على طول، يبقى ده ايه الحاجة، يبقى ده اللي ما بيأثرش وموجود في الجهاز التناسلي الأنثوي برضك، يبقى هو رقم بي اللي هو عبارة عن الايه عبارة عن الحاجة. وكده خلصنا أول بوكلت معانا اللي هو بوكلت البوكلت الخامس في التكاثر، وبرضك هنحل مع بعض إن شاء الله البوكلت الايه السادس. راحة بقى كده شوية، وبعد كده ايه نرجع مع بعض نحل الايه السادس.